حبايب قلبي، محبي ومتابعي قناة كلقامش تي في الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وبث متأخر لكن جديد، وخاطرة جديدة تحت عنوان الهدهد السليماني. كثير منكم سمعتم عن سليمان وعن قصة مملكته وعن قصة الهدهد اللي أصبح مشهور، ولأن هذا الهدهد حير الناس وحير الملايين بفكره وعلمه وثقافته، واللي لا أحد يعرف فعلا من أين أتت هذه الثقافة ومن أين أتى هذا العلم لهذا الهدهد المسكين. لهذا قررت بهذه الحلقة أن أعمل لكم مثل القصة القصيرة عن هذا الهدهد، ربما تساعدكم على النوم، حالها حال قصص الأطفال، قصص الأطفال الخرافية التي لا تحوي على أي قدر من المصداقية، وأحيانا قصص الأطفال ربما أكثر مصداقية وأكثر مقبولية ومنطقية من قصص الأديان. ونبدأ على بركة الجلدة ونقول: كان يا ما كان، في سالف الأزمان، كان في سيدنا النبي سليمان، كان عنده طيور، كان عنده حمام، وكان عنده بالعشة كل أنواع الحمام: بلدي، ملكي، قروي، زاجل، مهاجر، بيت مومن. كان عنده هداهد، سليمان كان عنده هداهد، نعم. في يوم ما سليمان صعد على سطح الدار، معاه قصبة طويلة حتى يكش الحمامات. حسب الطيور: 1، 2، 3، 4، 100. اكو طير ناقص. طار عقله من الغضب. اوكي، رجع حسب الطيور المقدسة مرة أخرى، وإذا بيه يشوف الهدهد غائب. يا سلام! حلف بشرفه الملكي ليذبح هذا الهدهد الغائب ذبح البعير، على قولة صديقنا عادل إمام. بشرط واحد راح ينجو هذا الهدهد من الذبح: إذا ما برر غيابه، إلا يبرر غيابه بوثيقة مختومة بختم النسر من مكتبة صحة الطيور، دائرة صحة الطيور، يبين بها أنه كان مريض ولهذا ما قدر يروح للدوام بالعشة. وتشوفون سليمان يكلم الهدهد غاضب وبحضور أحد العفاريت، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. ونروح للقصة، ونروح للحكاية، نروح للفيلم الهندي السليماني، ونشوف سورة النمل الآية من 20 ل 28 شو تقول. ونفس القصة: راح برج الطيور، راح للعشة مال الطيور، وشاف الطير ناقص، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا
فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يا سلام. طيب أوكي، لما القارئ المنصف والقارئ المعتدل ماذا يستفهم من هذه الحكاية القرآنية؟ أول نقطة، سليمان لا يعرف مكان الهدهد، ما يعرف الهدهد وين قاتل، رغم عنده جن، رغم عفاريت موجودين في خدمته، لكن لما حسب الطيور ما قدر يعرف وين راح الهدهد. سليمان أيضا غضب لعدم تواجد الهدهد ويتوعد بالعذاب والذبح إلا أن يأتي بسلطان مبين. إذن هو أيضا يؤكد أنه لا يستطيع أن يعلم أين هو وماذا كان يفعل. المشكلة وين؟ الطامة الكبرى، سليمان هذا الاسم الكبير، النبي المكشوف عنه الغطاء، صاحب خاتم سليمان والجن والعفاريت وكل هذه القصص، ماذا يحصل بهذه القصة الفانتازية؟ يخبره الطير أنه علم ما لا يعلم. هاي طامة كبرى، لما في عقول تصدق هذا الكلام ماذا يفعل؟ يستمر سليمان في جهله، يريد التأكد هل الهدهد صادق أم لا، لأنه ما عنده أي طريق رغم هذه الإمكانيات الجنية اللي عنده، ما عنده طريق للعلم بصدق الهدهد وكذبه إلا بهذه الطريقة. إيش قال له؟ قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. أي ماذا؟ أي أرسله بكتاب، أعطى ورقة، قال له ارميها عليهم. كانت هاي المقدمة. طيب هل صدقتم هذه الحكاية؟ خلينا نشوف بعض التفاصيل. سليمان مثل ما مذكور بالقرآن هو أحد الملوك العظماء لدولة اليهود، وهو نبي سخر إلهه إلى بأمره الريح، الجن والإنس، وكان الوحيد اللي استطاع أن يتكلم مع الحيوانات، وحكم العالم من إنس وجن وحشرات وطيور وحيوانات. والدليل على هذا قصة القرآن، قصة الهدهد اللي بالقرآن. وأنا بهاي الصورة أتحدى المرقعين كيف راح يرقعون الهدهد؟ هل هو هدهد مجازي؟ هل هذه القصة الخزعبلية دارت في عالم لا أعرف أين؟ هل مثلا كان سليمان يحلم؟ عموما هم لا يعجزون عن الترقيع. هذا الهدهد اللي غاب عن التعداد اليومي لسليمان، عن التفقد اليومي لسليمان، واللي أقسم أنه راح يعاقبه إذا لم يجلب له خبر يقين. طبعا الهدهد حتى يخلص نفسه، ما نعرف إذا كان صادق أم كاذب، لكن هو كان فعلا يحاول أن يخلص نفسه. ماذا اضطر أن يخبر عن بلقيس ملكة سبأ التي لم تكن تعبد الله. وبداية خلينا نقرأ هاي الآيات المباركة اللي تتحدث عن الهدهد وحوار الشيق مع سليمان اللي غاب عنه وأتى بالأخبار عن مملكة سبأ، أحوال شعبها وملكتهم الجميلة. وأتمنى تلاحظون، هل هذا الهدهد هو طير أم بشر عاقل؟ لا، ليس بشر عاقل، بل أعقل العقلاء. وخلينا نتفحص النصوص الخزعبلية لرب المهلبية والنصوص القرآنية. ماذا تقول؟ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا سلام، لاحظون السيد الهدهد رضي الله عنه وقدس سره الشريف له علم لا يمتلكه سليمان الملك بجلالة قدره، هو وسلطاته وبابا غنوجه والجن والإنس والريح المسخرة، والهدهد يعرف
أحسن منه. قل له أحطت بما لم تحط به. أخوان، سؤال للعقول، سؤال لمن يعقل: هل للكائنات غير العاقلة القدرة على التمييز بين خبر يقين وخبر كاذب أو غير يقيني؟ لكن السؤال هو شو تقول للعقول اللي تصدق هالخرافة؟ هل الخريط هذا الكلام التافه اللي ما له أي معنى؟ يا أخي، يأتي المسلم يناقشك بالمنطق وبالعقل ويقول لك هذا، يأتيك ب بدليل النظم، وأنه أن الكون منظم و و و و من ناحية، ومن ناحية أخرى يصدق بقصة الهدهد القادر على التمييز. طيب، إذا قلنا نعم، هاي الكائنات غير العاقلة تقدر تميز، هذا معناه أنه الهدهد اللي هو حيوان، هو طير، صار عاقل. لا، المشكلة وين؟ المشكلة هذا الهدهد عنده جدا ثقة عظيمة بنفسه وإمكانياته، لا وفوقها متأكد جدا من معلوماته، ويسردها بطريقة تنفي تسرب احتمال أي خطأ بيها مطلقا. وشوفوا النبي الأهبل اللي صدق بهدهد، اللي صدق بحيوان هذا كان يتكلم. يا أخوان، هل يختلط الزيت بالماء؟ هل يكون هذا الطير غير العاقل عاقل؟ لكن عموما، خلينا نكمل القصة ونستمر بالضحك، وخلينا شوية نلطف الجو. هذا النبي الهدهد الهيرويني ماذا يقول حتى تكمل الخزعبلة؟ الهدهد يقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إذا السيد الهدهد بزيارته الميمونة الخاطفة ماذا عرف؟ عرف نظام الحكم في هاي الدولة، وعرف إنه النظام ملكي، وبفراسته المعهودة ميزه عن كل بقية أنظمة الحكم، ووصف بأنه لا جمهوري ولا برلماني، لا، نظام ملكي. يا أخوان، هذا طلع مو هدهد، هذا رجل سياسة، حكيم مخضرم عليم بكل شيء. يعني هذا اليوم ينفع الهدهد محلل سياسي محترم. أوكي، طيب، أوكي، هسه افتهمناه، هم يخالف، عديه. المشكلة الأخرى وين؟ كيف قدر هذا الهدهد بزيارة خاطفة إنه يميز إنه هاي الملكة أوتيت من كل شيء؟ يعني أخذ له لفة صغيرة فوق ديارها الملكية، وعرف أنها أوتيت من كل شيء. الواضح بالقصة أنه ما تأخر عن سليمان كثيرا، لأنه كان أعدمه. لو متأخر كان عدمه، فقط ما وجد بين الطيور فتوعد بالعذاب وأنه راح يذبحه. إذا ما تأخر، بلفة صغيرة عرف كل شيء. هذا الهدهد عرف أنها أوتيت من كل شيء، لكن ماذا عرف أيضا بهذه اللفة القصيرة؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أوكي، يا سلام، خلينا نكمل ونستمر مع القصة الهدهدية. لو افترضنا أنه سيد هدهد أفندي شاف الناس يسجدون، طيب كيف عرف أنه بنيتهم أنهم يسجدون للشمس؟ يا أخواني، يا أحبائي، هل في قبلة اسمها الشمس يصلوا لها يا حبايبي؟ إذا حتى لو كانوا يسجدون، فهذا السجود لشيء معين في داخلهم، في داخل نياتهم. كيف عرف بنيتهم، كيف عرف أنهم يسجدون للشمس؟ إذا هو ليس رجل سياسة فحسب، لا، بالتأكيد هذا الهدهد واضح أنه عنده قدرات عقلية خارقة.
لأنه هاي القدرات العقلية الخارقة أعطته الإمكانية حتى يميز حتى بالفرق بالنوايا. لأنه الإنسان إخواني لاحظوا أنه الهدهد حتى تفوق على القدرات الإنسانية. الإنسان مهما كان يملك من قدرات خارقة، ما ممكن يستطيع أن يميز بمجرد إلقاء النظرة بالنوايا. خلينا نكمل وهي الأسطورة القرآنية. ماذا تقول؟ ألا يجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. لاحظوا مرة أخرى سيدنا هدهد أفندي رضي الله عنه وقدس سره الشريف الظاهر طفح الكلبي، لأنه أصبح يبدي رأيه. استنكر بشدة فعل قوم سبأ، لأنهم ببساطة لم يحكموا عقولهم وخالفوا المنطق وسجدوا لغير الله سبحانه ومجاشي وعلو وهبل عليه السلام. لكن من أفهم الهدهد أن الله يخرج الخبأ ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ هاي أريد أفهمها يا أخوان. هذا طلع رجل سياسة، طلع فتاح فال. لا، فوق هذا كله الهدهد طلع فقيه متمكن ومحصل على أكبر شهادة أزهرية وحوزوية. أخوان، أحد يصدق هالتفاهة هاي؟ إذن ممكن يكون الإله أوحى لهذا الهدهد بهاي المعلومات حتى ينقلها السليمان. فإذا إحنا اليوم أمام ظاهرة جديدة. ما هي؟ اليوم إحنا أمام خاتم المرسلين من الهداهد. أوكي، عموما سليمان هذا الشخص غير المأسوف على عقله المنسوف. ماذا قال؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هنا السيد سليمان اللي يعتقد أنه قول هذا الطائر يحتمل الكذب وربما يحاكم. لكن نرجع لمشكلة منطقية. لماذا هذا الطائر اللي خلق على الفطرة يكذب؟ وهذا طبعا باعتراف سليمان. الهدهد أفندي الظاهر عنده دهاء مو يضاف إلى قدرات العقلية السابقة. ربما فعلا كان يكذب، ربما عنده أسباب خاصة، ربما عنده أسباب سياسية. المهم سيد الهداهد والمرسلين للهداهد ما تعرف شكو كان في باله. إخواني، حكموا عقولكم يا صلاعمة، يا مسلمين. هذا الهدهد الحكيم الذكي الخبير الفقيه المحنك صاحب الدهاء، هذا طير عاقل لو غير عاقل. مو المفروض هاي القصة مفروض ما تكون بالقرآن، لا، لازم تكون بكتاب كليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة. وحتى لو كانت بهاي الكتب أيضا ما كان راح نصدقها، لكن تكون بكتاب مفروض سماوي وآخر تواصل بين الإله الخفي والبشرية، وتحتوي على هذا الكم من الهراء. معقول؟ رغم وجود هاي القصة، لا لا لا، مو بس قصة الهدهد، قصة الهدهد وأخت النملة بالقرآن. تصوروا بعض الصلاعنة المتأسلمين المعاصرين يحاول يتنصل من حكاية الصحابي الجليل، حطوها بين قوسين، يزيد بن شهاب المشهور بالحمار يعفور رضي الله عنه، دير بالكم. وجعل يعفور من الصديقين والصحابة وأنبياء الصحراء وشهداء بدر الأبرار وحسن أولئك رفيقا، وجعل يعفور لأمة الإسلام ذخر. طيب لماذا تستنكر قصة يعفور رغم أنه الحمار يعفور
هو أول من آمن بمحمد من الصحابة الحمير وتبعه الباقون. إذا ماذا صار؟ إيش صار عندنا؟ صار عندنا هدهد خاتم النبيين وفق الرواية الإسلامية، وأخت النملة، وعندنا الصحابي الجليل يعفور، وعلى العقل السلام. طيب أوكي، فعلا أنا أحس بهاي القصة هذا الحمار يعفور هو واحد ابن 60 محظوظة، لكن الحيرة كيف يعفور نقل عن أبي عن جده؟ هاي اللي ما قادر أفهمها. هو اللي يستنكر قصة الهدهد ويستنكر قصة النملة، تعالوا شوفوا يعفور. وأنا لازلت طبعا بقصة الهدهد، لكن تذكرت يعفور اللي يروي روايات عن أبيه عن جده، والناس تجي تصدق وتحكي لي بالعقل. مستحيل. عموما، لكن سؤال اخوان، ابوه ليعفور وجدود الحمير هل كانوا من الرواة الثقات ام لا؟ شيء غريب فعلا. خلينا ويا القصة هاي المسلية. انا اتخيل في اليوم خطبة الجمعة والشيخ يلقي هذا الحديث للناس، وتشوف هذول المطايع صامتين خشوع ويعظمون هذا الحمار داخل انفسهم، يعفور عليه السلام، ويبتهلون بهذا الموقف والتسلسل العرقي للحمار من زمان نوح لليوم. وتخيلوا انه هذا الحمار هذا يعرف اجداده من زمن نوح لليوم، واشوفوا هذا الحمار تيجي لكن عتبي مش على الحمار، عتبي على الحمير اللي تصدق هذا الكلام الاستعماري. انا اعتقد الكثير من المسلمين وهم يسمعون قصة يعفور يتمنى ان يكون هو هذا الحمار اليعفوري. عزيزي المسلم، بامكانك تتخيل انه سبب نزول هاي الآية المباركة من 7 سماء. اليوم كنا نتناقش بقصة السماوات ال7، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ماذا كانت سببها؟ كانت بسبب حمار رسول الله يعفور رضي الله عنه وأسكنه فسيح جناته. طيب يا حبايبي يا حلوين يا صلاعمة، بعد قصة يعفور يعني راح تستكثر قصة الهدهد وأخت النملة؟ راح تستكثر أنه الهدهد هذا عالم ومفكر وسياسي وأديب وفقيه وخبير وربما عداء تفوق سرعة البرق؟ ما في مشكلة يعني، متحدث لبق وسفير فوق العادة طبعا للنبي سليمان بعد ذلك. يعني أشوف هذا أمر عادي جدا، وتصير تحدث بأحسن العوائل وبأحسن حدائق الحيوان. كيف ممكن أن نستكثر أن يكون الهدهد عنده هاي العقلية العربية؟ خاصة أنتم تعلمون أنه الأشجار أيضا بالدين الإسلامي تكلمت، الذئاب تكلمت، البعير والبقرة والغزال أيضا تكلموا. لا 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 أكو أسوأ. لا لا، الثقيل بعده ما جاي. ما الحجر أيضا كان يسلم على رسول الله. لا أعلم، ما أعرف أنه تكلم عندما سلم، لو أشر له بإيده، أشر له بصورة معينة باليد، لوح له بيده بصورة فهمها محمد لوحده رسول الله روحه فداه. لا، النوبة الأشجار الإسلامية راح تتكلم بآخر الزمان وراح تساعد المسلمين على قتل اليهود. يا أخوان ايش بقيتوا للهبل؟ لا الحجر والشجر، تخيلوا الحجر والشجر تقدر تميز بين اليهودي والمسلم. لا لا، مو بس تقدر يعني الظاهر الحجر والشجر مو بس يعرف يتكلم، لا يا حبايبي، لا، الموضوع أكبر. الموضوع أكبر إخوان. الحجر والشجر يقدر يميز بين المسلم وبين اليهودي. لا بكليلة بدون شفنا الحكي، ولا بحكايات جدتي، ولا بألف ليلة وليلة. لا لا، بعد اليوم اخوان الحلقة عامرة بهالكلام هذا، ويجيني واحد يتكلم من منطقا عن ربك ورب المنطقة.
لا النوبة الأسوأ، الحجارة تهبط من خشية الله. يلا هاي شو نكون بيها؟ يعني لا تستغرب عزيزي الصلعومي وانت ماشي بجنب الجبل إذا سقطت الحجارة على راسك. ليش؟ لأن هاي الحجارة حبيبي الصلعومي هبطت من خشية ربها. فإذا يا حبيبي لا تعترض واكتفي بالأجر. يعني هاي الحجارة من أفقه الفقهاء وأعلم من علماء المسلمين، واللي إنما يخشى الله من عباده العلماء. وها هي الحجارة تهبط من خشية الله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يلا خرافة بداخل خرافة، وتهريج بداخل تهريج، ويجيك مجموعة مهرجين ويناقشك بالدين ويطالبك تكون منطقي، ويحكي لك بالمنطق ويحكي لك بالدليل الكوزمولوجي، أو يحكي لك بفيزياء الكم. يا أخي تحكي لنا بالفيزياء اليعفور يا حبيبي، والحجار الناطق هالتفاهات الخرافية. خلنا نوصل للزبدة. خلاصة الكلام، كتاب كليلة ودمنة سبق القرآن بمئات السنين إخواني. هذا الكتاب لا زال محفوظ إلى يومنا هذا، لا اعترى لا تحريف ولا تبديل، كتاب مجيد في لوح عتيق، على عكس القرآن المحرف بأيدينا. فأنا أتحدى المسلمين أن يأتوا بسورة من مثله. أي بالمناسبة طبعا كتاب كليلة ودمنة اللي كان قد كتبه بيديا اللي هو أحد أكبر حكماء الهند ومترجم للعربية من قبل ابن المقفع، هو كتاب فلسفي وقصصي رائع، وفيه حكم ونصائح وعبر خير الإنسان على لسان الحيوانات. وأصحابه رغم هذا ما ادعوا أنه منزل من السماء. رغم كل هذا فإنه لو هذا الكتاب كان بديل للقرآن كان بالتأكيد الوضع أفضل، لأنه على الأقل لا يدعو للشر، لا الحقد، لا الجهاد في سبيل الله، في سبيل إله عاجز عن الدفاع عن نفسه حتى تقتل وتخضع كل شخص لا يؤمن به أو يتفق به مع الرأي. أخوان، أريد أعيد هاي الفكرة وياكم، فكرة كتاب كليلة ودمنة. فعلا استوقفتني هاي الفكرة. كتاب كليلة ودمنة لا مكتوب به إنا نزلنا الذكر وإنه لا حافظون ولا شيء، وكتاب سابق للإسلام للقرآن بمئات السنين، والكتاب هو لا تحريف ولا تغيير، والظهر لا مبدل لكلماته. طيب أوكي، يلا. وكتاب الإسلام كتاب المسلمين هذا القرآن اللي ما قدروا يحافظون عليه من التحريف أبدا. إذا أنت لو منطقيا لو كنت في معرض الحاجة للمفاضلة بين واحد من هؤلاء الكتب، ماذا ستختار؟ كتاب كليلة ودمنة لو القرآن اللي معفن؟ يجوز واحد يجيك يقول لك يابا هاي معجزة، والمعجزة ما تحاكم بقوانين المنطق والعقل. أوكي، وهو هذه دائما الفكرة اللي نلاحظها، أنه يقول لك أنه القرآن معجز، وأنه مو شرط أنه يخضع لقوانين المنطق والعقل، فإذا مجبرون أن نصدق خزعبلاته بالإيمان. لكن ما تلاحظون إخواني أنه هاي الحجة مو بمحلها ولا بمكانها؟ احتمال كذب الهدهد راح يحط علامة كبيرة، علامة استفهام كبيرة على جودة هاي المعجزة غير المحكمة، لأنه الهدهد اللي يتحول إلى كائن عاقل وأتى له سليمان بالأخبار، لكن لا زالت إمكانية التضليل والكذب واردة. صحيح أنه الحجة الإسلامية راح تكون أن الله قد سخر هذا الهدهد لخدمة سليمان، لكن أما كان المفروض أن يكون سليمان حذر؟ إذا أكو مشكلة عيب بالتسخير، هذا الهدهد المسخر من الممكن أن يكون كذاب،
لكن مع ذلك تصديق ذكاء الهدهد ظاهر أنه أمر سهل ويسير إذا ما قُرن بتصديق ذكاء الجبال والصخور والنباتات. طبعًا أخوان، اللي يصدق إنه الهدهد ذكي فأنا أشوف معاه حق، لأنه حتى الجبال تبين أنه ذكية والصخور والنباتات. وتذكروا لو أنزلنا هذا الكتاب على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينها. يا سلام، لاحظوا السماوات والأرض عندها عقل، والجبال والصخور والنباتات، فطبيعي أن نتقبل الهدهد المفكر. وخلينا أشوف هذا الحديث اللي يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. يا ويلي، اليوم صراحة أنا أتمنى هاي القصة تكون مسلية وتساعدكم على النوم. فعلا هاي من حكاية ما قبل النوم. أوكي، جميل جدا. الحجر والشجر يميز اليهودي من المسلم، في حين الإنسان يعجز عن هذا الموضوع بالغالب، لأنه أنت لما تشوف عدة أشخاص، أنا أعتقد أنه شيء مستحيل أنه تميز بين مسلم وبين يهودي، بين مسيحي وبين مسلم، صعب جدا. وأيضا بعض النباتات يكون الموضوع أكثر تعقيد. فالحجر هذا الفطحل يميز المسلم واليهودي، لكنه هذا الغرقد رغم أنه يستطيع التمييز لكنه يتآمر مع اليهودي. يا سلام يا سلام يا جمالك. أوكي، خلينا نرجع ندرس قصة سليمان بالإسلام. هاي القصة تبين أنه سليمان حكم كل شعوب الأرض، أو على الأقل حكم الشعوب القريبة من دولة إسرائيل. لكن لما تدرس تلك الشعوب أشوف أنه أخوان ما في أي ذكر لسليمان حكمه، مع العلم أنه الإسكندر المقدوني وصل للهند فقط، ترك بصمة تاريخية واضحة بتاريخ هاي الشعوب اللي حكمها، مع أنه فترة قصيرة. العملة اللي انضربت بزمن الإسكندر ما زالت موجودة بالمتاحف وتباع بأسعار عالية جدا، وآثارها موجودة بكل مكان. لكن وين آثار سليمان؟ أترك الجواب للعقول. إذا لماذا لا يوجد ذكر لذلك الملك اليهودي اللي سخر الله له ما لم يسخره لأحد من عباده؟ هل كان كل الشعوب اللي حكمها لم تذكر هذا الكلام بالفترة الزمنية اللي في ذلك التاريخ بأي طريقة للتوثيق، حجري على الحجر، على البرديات، على أي شيء؟ يا أخي أنا قابل. أين قبر سليمان أصلا؟ كيف لفترة زمنية طويلة جدا يتم بها إجبار جميع الشعوب حتى تغير كل معتقداتها وحكم كل الشعوب سويا؟ أي بمعنى أنه سليمان عمل شيء تاريخي لم يحدث لا قبلا ولا بعدا. سليمان استطاع أن يوحد العالم ربما لأول مرة بالتاريخ. كيف ممكن واقعة من هذا القبيل أن تمر مرور الكرام دون أي تدوين عن هاي الفترة المهمة؟ لا، مو بس هاي، لا 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 لا، مش فقط تدوين، لكن حتى تأثير ثقافي ما موجود. ما شفنا خلال استعراض تاريخ الشعوب اللي عاصرت الملك سليمان أي تأثير مفاجئ بمعتقدات وثقافة هاي الشعوب. حتى أنه اليهود اللي هم أصحاب الشأن المفروض أنهم يتفاخرون بهكذا ملك أو نبي، ما دونوا هذا الكلام كتابهم المقدس عن سليمان مثل بالصورة اللي ورد بها بقرآن محمد. لا قالوا هدهد ولا أبد ولا أي كلام. إذا ما هي المشكلة؟ إحنا راح نكون، أنا أجد نفسي مضطر أنه أضع نفسي أمام 3 احتمالات لا رابع لهما. أولا، يكون
أما أن يكون الله بقدرته العظيمة قدر أن يمحو آثار سليمان وينسخه أو يخفيه من تاريخ هذه الشعوب، من ذاكرتهم، من ضمائرهم، ومحى تأثير الثقافي والديني من عقول كل الشعوب. لكن هنا السؤال اللي يطرح نفسه بهذه الفرضية: لماذا الإله يفعل ذلك؟ يخفي أثر نبيه وما يبقي الأثر إلا بالقرآن والتلمود كتاب الأساطير. يريد يظللنا مثلا؟ شو القصة؟ يا أخي ما في قصة إذا ما بيها مشكلة. غريب عجيب هذا الإله. احتمال الثاني: الظاهر أنه التوراة حرفت من قبل اليهود مثل ما دائما يدعي المسلمين، حتى يخفون هاي القدرة العجيبة لسليمان اللي هو شيخ قبيلة كبيرة جدا. وإلا ما أجد أي سبب لماذا لم تذكر التوراة لسليمان عن هذه القدرات العجيبة والغريبة. الاحتمال الثالث، واللي أعتقد هو أقرب للحقيقة، أن يكون سليمان وقصته مخاطبته للحيوانات وحكم الريح والإنسان والجن والعفاريت هي خرافات ابتدعها الشعب اليهودي حتى يبينون لأنفسهم كم كان تاريخهم عظيما، وكيف استطاع أحد ملوكهم أن يحكم ليس فقط الناس بل الجان والرياح والحيوانات. وهذا الكلام تم تدوينه بالتلمود اليهودي ولا زالت مدونة. طبعا محمد صلعومة أخذ هاي الخرافة من اليهود، لكن ماذا فعل؟ أضاف لها التوابل والبهارات الصلعومية المحمدية كالعادة. إذن إخواني، شوفوا أنه القرآن لم يأخذ من الديانات القديمة فحسب، لا لا لا، بل أخذ حتى من التلمود. واو واو، على كم السرقات. أنا ما أقول بهذا المعرض إلا كما قال أبو بكر. إيش قال أبو بكر عن محمد؟ قال: إن قالها فقد صدق. قصة سليمان وخرافات القرآن بالتأكيد يصدقها الصلاعمة والمؤمنين بدون سؤال عن الدليل، طالما أنه محمد صلعومة هو نبي. إذن ماكو داعي تتحقق ولا تتيقن من كل أقاويله، لأنه لا ينطق عن الهوى. لكن يا أخوان، وأيضا من حقنا نتساءل: لماذا بقيت الأهرامات ولم تبقى آثار ملك اليهود العجيب الغريب؟ لأنه مملكة سليمان الظهر خرافة، والظهر هاي الخرافة أعجبت محمد أو أعجبت كاتب القرآن أو أحد كتبة القرآن، فماذا فعل؟ دونها في قرآن الخزعبلي. لا شك إخوان، بصراحة طريقة السرد والأسلوب القرآني أنا أحسها حلوة جميلة، يعني للأمانة كقصص حلوة، كقصص أسطورية وخرافية، فهي أنا أشوفها قصص حلوة، وبالتأكيد اللي يقراها يحس أكو موهبة فذة عند محمد صلعومة. لكن الظاهر هو للأسف ما أحسن اختيار مواضيعه، أو على الأقل يتأكد من مدى منطقيتها، لأنه باختصار أي باحث يكفيه أن يقرأ الخزعبلات القصصية بالقرآن حتى يترك الإسلام وبطنه بطيخ صيفي وانت اطمئن وبلا شك وبلا تردد. إذن هذا موضوع بسيط لمن أراد أن يفهم ويستفيد. طبعا أنا أقول: لا عزاء للمرقعين والمرتزقة والمطعوجين والمسلوبة عقولهم المخبولة. قصة سليمان والهدهد قصة ممتعة بالحقيقة، لكن ما يخالف خلينا نقول هي قصة رمزية حتى لو هي ممتعة، وخلينا نفترض رقعناها وقلنا قصة رمزية، لكن هي بالحقيقة غير هادفة. لهذا أنا أنصح الآباء أنه ما يقصوها على الأطفال. صح، أني أعتذر يمكن أزعجتكم وقصيت هاي القصة عليكم، لكن إحنا بالغين، لا تقصوها على الأطفال،
بالذات بين السن الخامسة والسابعة قبل النوم، لأنه بالتأكيد أطفالك ما راح يصدقون، وراح يطلبوا لك عربة إسعاف الخاصة بالمصحة النفسية. يعني أطفالك راح يطلبوا لك الإسعاف حتى تنقلك إلى مستشفى الأمراض العقلية، وممكن أطفالك يحجرون عليك. أنا أقول لك الموضوع لهالدرجة، لأنه بلا شك هي قصة غير هادفة مثل ما قلت سابقا، وراح ينظرون إلى شخصية الملك سليمان على أنه مختل عقليا، لأنه جاء يهدد هذا طائر الهدهد المسالم المسكين. أنا أذكر الأخوة أنه في قصص للكبار وروايات أجمل، مفيدة أكثر، ممتعة وهادفة، وما تستخف بعقل الإنسان، مثل رواية الهدهد وأخت النملة. وأحلى مسخرة من قصة سليمان وهدهد الفتان، تشوفون أنه بالقرآن سليمان لما ختم القصة تبسم ضاحكا، بدل أن يقول أنه سليمان تبسم وهو شمام، وهو مدمن أو شارب مسكر. إذا كان المفروض بدل أن يقول أنه سليمان تبسم ضاحكا، كان المفروض يقول تبسم شماما، أو تبسم وهو متعاطي لحبوب الهلوسة، أو تبسم على الأقل سكرانا. بهاي الكلمة أكون قد أنهيت هاي القصة. أتمنى أن تكون هاي القصة كانت خفيفة عليكم، وتحملتم هذا الهوس العقلي الصلعومي القرآني. أشكركم الشكر الجزيل على متابعتي. تحياتي وحبي وتقديري لكم أينما كنتم. كان معكم دكتور قلقامش. مع السلامة.